لاعبي المنتخب المغربي هم الضحية الأولى لهذا القرار، والدليل أن ولا أحد تحدث. ردة فعل لم نشاهد ردة فعل أي لاعب مغربي. نذكر أن كرويا يعني المنتخب المغربي ربما في الوقت الحالي يتمتع بأفضل جيل في تاريخ الكرة الإفريقية. أكيد عثمان، أنا نحب نحكي. سامحني باش نطول شويه ممكن عثمان. طول. بالنسبه انا نحب نقول حاجه للاخوه المغاربه اللي الكاس الافريقيه 25 ما فما حتى فريق يستحقها اكثر من المغرب. احسن فريق كان هو المغرب، وكان هو ينجم ينتصر معناها في اخر لحظات لو سجل دياز ضربه. السلام عليكم الأصدقاء، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. فقبل ما نبداو خليو واحد لايك للفيديو واشتراك في القناة. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا الإعلام الجزائري والتونسي ما فاهمين والو من بعد أن حتى شي لاعب مغربي ما فرحش بعد ما تسحب اللقب من كأس إفريقيا. ما نطولش عليكم، خليكم تسمعوا شنو كيتقال علينا ونتلاقاو في النهاية. تبقينا اللي صار بعد المباراة ما يشرف حتى افريقي وما يشرف حتى عربي وما يشرف حتى مسؤول في رياضه افريقيه. علاش؟ فما سيد المواقف شكون فوق الميدان؟ هو الحكم خلى المباراه، استناهم حتى لين دخلوا للحجار الملابس وعاودوا رجعوا واخذوا وقتهم، بعد كمل المباراه. النتيجه النهائيه فوق الميدان شنو اللي كانت الفريق السنغالي هو اللي ينتصر. فرحوا في السنغال، الناس فرحت في السنغال، معناها اللاعبين فرحوا كل شيء. لليوم قاعد يحتفل اليوم المدرب تاع السنغال موجود. تجي والله ممكن كان بعد ساعه اتخاذ القرار، خاطر ما يستحقش باش نقعدوا فيه شهرين. معناها انت لاعبين خرجوا من فوق الميدان، قعد كان ماني فوق الميدان ومن بعد دخل ماني للفيستير، معناها دخل لحجره الملابس وقعد حتى لاعب سنغالي ما هو فوق الميدان. كان نجم الحكم وقتها يوقف، اللاعبين كلهم خرجوا غادروا المحيط. كان ينجم وقت الحكم يحكم توقيف المباراة والمغرب تستحق البطولة نتاعها. الحكم قاعد يستنى ورجعوا اللاعبين السنغاليين خصوصا رجعوا للتنفيذ ضربة الجزاء، معناها نجم المغرب ينتصر. دياز نفذ ضربة جزاء ما سجلهاش، لا مشاو ل 120 دقيقة انتصرت فيها السنغال. هذه وقع الناس قاعد شافتها يعني، ولكن الآن ماذا سيحدث؟ لماذا دخلت الكرة الإفريقية في هذا النفق المظلم؟ كيف سيتم الخروج من هذا النفق المظلم؟ إلى الآن الكرة في مرمى المحكمة الرياضية الدولية خرجت يعني من كاف. عثمان ما عادش فما حتى مصداقية نتاع أي مسؤول. هذا هو السؤال، هل بقيت ما عندوش مصداقية الاتحاد الإفريقي؟ كيفاش تحب تكون عنده مصداقيه بعد شهرين يجي تحكم انت معناها تقول البطوله المغربيه؟ والله انا نتصور لي ما نتصورش كان المغاربه يفرحوا بالقرار هذايا، ما نتصورش كان باش يفرحوا، خاطر بعد المباراه بساعه بساعتين من غدوه تجي تقول راي المغرب انتصرت والسنغال هي اللي انتهزمت. والله واحد ينجم يفهم. واش الاخوان انتم لاحظتوا هذه الحاجه فعلا؟ المغرب راه خدا اللقب من بعد ما تسحب من السنغال، لكن فينا هي الفرحه؟ ما شفناش الفرحه، بحال ما كاين والو، دينا الكاس وعادي. راه يبقى على مستوى المكافآت الماليه. احنا مشكلتنا عثمان في افريقيا المكافآت الماليه في خطر. احنا مشكلتنا في افريقيا، انا نعطيك مثال معناه يشابه اللي صار في السنغال والمغرب. 2019 الترجي الرياضي التونسي نهائي ضد بركان، فوزي المنزرتي راني في البركان، الوداد البيضاوي سامحني، خرج من ميدان جمله وما رجعوش اللاعبين تاع المغرب، وانتصرت الترجي بالنتيجه الوقت حاليا، وقت الترجي منتصر 1-0 ووقفت المباراه. الترجي تحصل على البطوله نتاعو. بعد اسبوع القرار تاع الكاف يقول لك لا يتعاود الماتش. علاش؟ معناه اللاعبين كلهم خرجوا من الميدان ووقفوا، هما اللي طلبوا باش يوقفوا المباراه. تحكم باش يتعاود المباراه وهما هذوما خرجوا وعاودوا ورجعوا، الحكم كمل المباراه نتاعو، تقول لا هنا يلزم معناها الكاس تمشي للمغرب، ما تمشي. هو حتى في قيمه اللاعبين نتاع المغرب ما يشرفهمش اللي صار. صحيح، ما يشرف حتى لاعب، ما يشرف حتى افريقيين، ما يشرفناش على كل، ما كناش حتى عثمان باش تكون المهازل. هو قالها براسو، ما يشرفناش لا احتفال كبير لا ضجه لا صور هستيريه، ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء لانه ما يشرفناش ناخذوا الكاس بهذه الطريقه. الهكا في افريقيا معناها
حتى لين نوليو نحن العباد باش تشك ما دام عملوا هكا معناها فما رشوه، فما ما نعرف شنو، فما كذا، فما المسؤول هذايا تواطأ مع الكذا، فما المسؤول هذايا علاش نوصل الحديث عن المسؤولين. شاهدنا حضور غير عادي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو على المستوى الافريقي طيلة البطولة. كان يعني في الصورة الاولى في وسائل الاعلام تصريحات، نذكر انه مباشرة بعد نهاية النهائي وبعد ما حدث كان اعلن انه يجب على المنتخب السنغالي ان يعاقب بشدة وأن تسلط عليه أقصى العقوبات. هل من صلاحيات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم القيام بتصريحات مماثلة؟ هل كان سيقوم بالتصريحات نفسها إذا حدثت نفس المشكلة على مستوى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ لا، هذا غير ممكن وليس من صلاحيته، لأنه صلاحيته هو يطور الكرة في كل العالم. يعني هذا هو مسؤول عن تطوير الكرة وليس عن تصريحات مشابهة، لأنه هناك ناس مختصة، هناك المحكمة الدولية، هناك العديد من الأمور التي تتدخل في هذه. لأنك الآن لو ما تحافظش على مصداقية الكرة الإفريقية بهذه التصريحات وبهذه الأمور وهذه القرارات العشوائية التي لا نعلم من أين جاءت، يعني هذا القرار اللي اتخذ بعد 3 أشهر، يعني حتى من الناحية الإنسانية فريق السنغال أخذ الميدالية وأخذ الكأس والشعب فرح وعديد من الأمور. يعني فالمنتخب المغربي كان قوي جدا، لكن لا أظن أنه سيفرح بهذا الانتصار. يعني ولكن لما نتحدث على هذا الأمر اللي راح ينحي لك المصداقية تاع الكرة الإفريقية، راح ينحي لك الممولين اللي يشوفوا القنوات العالمية تضحك على هذه الدورة. يعني بالحديث عن الممولين بلال، ألا يوجد خطر انسحاب الممولين؟ أنا كرئيس أو مدير عام لأي شركة تمول الكأس الإفريقية الأمم، أنا ما نضحيش بصورة تاعي في ظل ما يحدث من فضائح. ما نشاركش صورة الشركة تاعي مع فضائح الكرة الإفريقية. هل هناك ربما خطر انسحاب الممولين من هذه المنافسة؟ والله ما نتصورش، لأنه يمكن قبل ما يصير الحكاية يمكن احنا أنا واحد من الناس معناها مانيش موافق حتى اللاعبين السنغاليين، باش نرجع لك راهو عثمان، مانيش موافق اللاعبين السنغاليين من خروجهم من الملعب. معناها الحدث هذاك اللي صار خروج، لكن الحدث ماهوش خروج، الحدث هو كيف تعامل الكاف. اليوم خطأ اللاعبين السنغاليين من الخروج من الميدان كان خطأ تماما. يعني خصهم هما يتحاسبوا وما يخرج شي واحد يبقى كيدافع عليهم. انسحبوا من التيران، خص يتحاسبوا. المشكل الحقيقي راه ماشي في شكون ربح، المشكل في كيفاش وصلنا لهاد المرحله هذه. نتاع المسؤولين نتاع الكاف اكثر من الخطا نتاع اللاعبين نتاع السنغال اليوم. لانك اليوم من بعد بشهرين تخرج باش نذكرك جوست اللي هو لجنه الاستئناف على راسها معناها النيجيري والكاب فيرديان، معناها والراس الاخضر، زوج مسؤولين هذاما معناها رئيس ونائب رئيس هما اللي يحكموا في لجنه الاستئناف هذه، وفيها رئيس الجامعه التونسيه. اليوم الممولين نعرفوا كره القدم الافريقيه قاعده تتحسن، هذا ايش قلنا معناها قلنا احنا عندنا كرويا تتحسن، ولكن لا حتى ماليا معناها وصلت ل 10 مليون دولار الفوز بكاس افريقيا، وصلت ل 10 مليون دولار للفائز، لانه فما جوائز ماليه كبيره برشا. هذا نعرفه. اليوم نشوفوا معناها ايش قاعد يصير في افريقيا بالطبيعه، كون الممولين باش معناها يقولوا الاسئله شنو هي معناها احنا وين ماشيين مع الايماج هذه، وين ماشيين مع الصوره الافريقيه هذه، وين ماشيين مع فوز السنغال وبعد بشهرين لا نغيروا الفائز اللي هو المغرب. معناها هنا الصوره تاع كره القدم الافريقيه الحقيقه فضيحه. حاجه اخرى اللي الممولين هذاما باش يراجعوا روحهم، وانا ناكد لك انهم باش يراجعوا روحهم. لا راك غلط، كاين غلط. راه علاش كاينه المحكمه باش ملي يكون غلط بالقانون وبالدليل هي كتنصف هذاك اللي مشى اللي يحقه عادي. وباش شكون معناها فما يمكن شغل في الكواليس نتاع الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يحاولوا يشدوا الممولين هذين باش يخليهم في افريقيا ويساندوا كره القدم الافريقيه. سؤال قبل أن نختم هذه الحصه، سؤال فقط: هل يمكن لكبار القاره الافريقيه على مستوى الاتحادات، نتحدث عن الجامعه الملكيه المغربيه، الاتحاد الجزائري، الاتحاد التونسي، النيجيري، الكاميروني، الانفصال كليا على الاتحاد الافريقي مثل ما حدث على المستوى الاوروبي عندما حاولت بعض النوادي الكبرى وخلق ربما رابطه مستقله؟ هل بامكان ينجم يكون عثمان خاطر عاش عندهم حتى مصداقيه؟ يقول لك انا نمشي هكاك لاخر وقت ونتظلم ولا نتحكم ولا كذا وما فماش معناها فماش كان سبب في وحتى نتظلم ولا نتحكم ولا كذا وما فماش معناها فماش ناس حقانين وتعطيك حقك، وحتى وسخ معناها تقول انت انا نقول كل انسان كان سبب في القرار نتاع منح النهائي هذايا للفريق المغربي عار وعيب، وما يجيش باش انسان
ما نعرفش انا شكون هم الناس اللي خذاو القرار هذايا، ما يراو عار كبير عليكم في القرار اللي خذيتوه هذا، خاطر ما عنده حتى علاقه بالرياضه. نتصور فقط انه القرار تاع طاس ربما سيخرج في شهر جوان او جويليا، ويكون المنتخب النيجيري والمغربي يشارك في كاس العالم، يقولوا اليوم تفزت بكاس افريقيا بكل صراحه. والله يمكن راهو والله ما نجموش ندافعوا على القرار هذا، لانه كنا نتمنى يكون المنتخب المغربي يفوز هذا وكاس معناها فريق عربي، كنا نتمنى، لكن كيما يستحق معناها دوره معناها ممتازه في التنظيم وكل شيء، لكن تحت كل شيء في الماء بعد اللي صار هذا، تحت كل شيء في الماء الحقيقه. كما قلت عثمان اليوم فما كاس عالم على الابواب معناها، حتى الملاعبيه شفنا الملاعبيه نتاع المغرب لم يحتفلوا، وحديث عن تاجيل ايضا الدوره القادمه بالنسبه لتاخر الانجاز في المنشات. هاني 30 ثانيه. كما قال بلال، قال لم يحتفلوا اللاعبين، هذا يدل اما عن عدم رضاهم بالفوز او انتظار نتيجه طاس. ممكن كلمه اخيره عثمان نجم نقولها، انا كان جيت مسؤول في الجامعه المغربيه نقول نصبوه مسؤول الكل بصراحه معناها انا كي يجي قرار كما كاي بعد شهرين نقول لهم بارك الله فيكم خليوه الكاس عند وقالوا يعني السنغال. كثير من المغاربه يعني نطلب منكم باش تعاقبوا الفريق السنغالي على خروج من الميدان وتعاقبوا اللاعبين اللي خرجوا من الميدان. راه الطريقة باش تخدع هذاك القرار هي اللي ما صالحاش، راه الحاكم هو اللي دار هادشي كامل. واش نسحب الفريق صافي انا غادي نصفر ونفترضوا كاع ما صفرتش ورجعوا عاوتاني بغاو يبداو، دوك اللي بداو خرجوا خصني نلصق ليهم صفرة بعدا. هذا الحاجه ومعاقبه الحكم ايضا القرارات، لأن الحكم ينشط بشكل عادي صحيح. معناه يعني المنتخب المغربي يتعاقب، المنتخب السنغالي يتعاقب، والحكم لم يعاقب. انا من بين الدعاة الى حتى ربما تنظيم ندوة صحفية بعد اللقاء للحكام، لانهم ربما يأثروا بشكل مباشر على نتائج هذه اللقاءات. بودي ان اتحدث عن الاخبار المتداولة بخصوص الشكل في لجنة الاستئناف. يقال انه ربما القرار اتخذ في اجتماع ل5 اعضاء، في حين ان لجنة الاستئناف كما قال إذن أحد أعضائها اللي هو من جيبوتي قال أنها تتكون من 9 أعضاء، إضافة إلى شكوك حول ربما قانونية مشاركة رئيس الجامعة التونسية معز الناصري في هذا الاجتماع. بلا يمكن والله هذا من الشكل، نبداو من الشكل. شكلا معناها كيفاش تصير هي القرار يصير من الكاف ثم لجنه الاستئناف ثم تمشي للطاس. نعرفوا اللي المكتب التنفيذي نتاع الكاف موجود فيه معناها رئيس الاتحاد الافريقي اللي هو الجنوب الافريقي، موجود فيه فوزي لقجع، موجود فيه هاني بوريده، هذا هو الكاف. لجنه الاستئناف اللي موجود فيها كرئيس الجامعه التونسيه لكره القدم، موجود فيها العضو هذا المحامي نتاع جيبوتي، وعمل ندوه صحفيه معناها عملت ضجه كبيره، قال انا ما شاركتش معناها في القرار هذايا، وقال اللي فما 5 اعضاء بركه. اليوم يمكن فما تشكيك على سيد رئيس جامعه كره القدم التونسيه اللي هو موجود. انا الحقيقه ما نتصورش، مانيش ملم برشا بالقوانين في الاتحاد الافريقي، ما نتصورش اللي ما عندوش الحق كونه رئيس الجامعه يكون موجود في لجنه الاستئناف. علاش؟ لانه ماهوش الاولاني ظهر لي كرئيس جامعه يكون موجود في لجنه الاستئناف، ما حكيناش عليها بركه. يمكن لجنه الاستئناف هذه لانه ما كانش فما قرارات كبيره كما القرار هذايا نتاع منح المغرب كاس افريقيا معناها جمله وتفصيلا. معناها اليوم علاش فما تشكيك كبير في القرار هذايا؟ لانه القرار هذايا عثمان ما يصيرش معناها حسب قوانين وحسب لوائح، يصير بالتصويت. معناها الحاضرين يصوتوا المغرب تكون تفوز والا السنغال تفوز، وهذا معناها في 2026 اليوم. وكاس معناها الاتحاد الافريقي معناها في 2026 مازلنا باللي فوت، معناها مازلنا بالتصويت شكون يربح وشكون ما يربحش. هذايا عار على كره القدم الافريقيه. الحقيقه تساؤلات كبيره برشا للقرار هذايا، مانيش قاعدين معناها لهنا باش نقولوا راهو كونه الحقيقه معناها من اعوام معناها قاعدين نحاولوا معناها كوننا نصلحوا من صوره الكره الافريقيه بكل مشاكلها معناها بالتحكيم. نوف نقول تحكي للتحكيم، لكن اليوم وصلنا للمسؤولين، وصلنا كوننا نمنحوا كاس افريقيه بعد شهرين. الحقيقه هذا لازم. اصدقاء راه فعلا المغرب خدا اللقب، لكن الجو هادئ مني ومن اي مغربي وجبد، ما كاين لا احتفال كبير لا فرحه بحال اللي موالفين كنعرفوا. فهنا كيبدا السؤال الكبير كيطرح نفسه، علاش؟ واش الناس ما فرحاتش او لا كاين سبب اخر؟ فانا عندي تفسير واحد هو اللي تيبان ليا منطقي،
فاللحظة الحقيقية ديال الفرح فراه كتكون في ذاك النهار، يعني في هذاك الماتش. فملي كدوز الايام فراه كتبرد المشاعر من طبيعة الحال، وما باقيش كيولي عندك هذاك الاحساس بالفخر تاع هذاك الانجاز اللي تدار. يعني فحتى إلى جا القرار من بعد الإحساس ما كيكونش هو نفسه. لكن ماشي هاد الشي كامل، فراه كاين عامل آخر ومهم جدا. فالناس مازال ما مطمئناش 100%، حيث الملف مازال في النقاش، ومازال كاينين قرارات كتدار في الخفاء ومازال ما تعلنش عليها. وغادي يكون من طبيعة الحال قرار أخير وراه باقي ما خرجش. يعني بزاف ديال الناس مفضلين يستناو حتى توضح الصورة وما باقيش يكون موراها الهضرة، وفي نفس الوقت كاين نقاش كبير خارج المغرب. فبلاطوات كاملة كتهضر، السوشيال ميديا هاد الايامات ما كاين غير المغرب، غير سحب الكأس، المغرب المغرب السنغال، وانتقادات كتجي من كل الجواه. فكاين اللي كيشوف ان القرار راه جا متاخر بزاف، وكاين اللي كيشوف ان الطريقه اللي خرج بها خلات بزاف ديال الجدل، وخلات كذلك هذا الجدل يكتر وينتشر بواحد السرعه خياليه. فكاين كذلك الاصدقاء واحد النقطه اللي مهمه بزاف، فاللي وقع في هذيك اللحظه في الماتش فراه ما تحسمش بطريقه واضحه، فراه كان بزاف ديال الغموض اللي حتى شي واحد ما لاحظه. فهاد الشيء هو اللي خلى الباب يتحل، ديال كل واحد يعطينا التفسير بالطريقة اللي كتبان ليه هو منطقية. يعني الأصدقاء حنا دروك قدام جوج ديال الحوايج: صورة ديال الماتش اللي هو راه تسالى، وصورة ديال القضية مازال في المكاتب ومازال كتتناقش. ففي الأخير هاد الصمت اللي شفنا كامل راه ماشي بالضرورة ضعف، ممكن يكون غير انتظار لواحد القرار تاريخي، وديك الساعة غادي تشوفوا واحد الفرحة خيالية في المغرب. فهاد الشيء اللي كاين الأصدقاء في الفيديو اليوم، ما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم في التعاليق، وكذلك ساندوا هاد القناة باشتراك نوصلوها ل1000 مشترك في أقرب وقت. إلى اللقاء، نشوفكم في فيديو جديد.